هذه المقولة هي بحد ذاتها، الإنسان إذا أراد أن يفكر فيها جيدا فهي موعظة. أحبائي، رواية عن الإمام علي عليه السلام قال: عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار. هؤلاء الأقوام يحمون أكلهم حتى شنو؟ حتى ما يخافون من الأذى ويصير بيهم فد حالة مرضية لربما تؤدي بحياتهم إلى الموت، ولكن لا يخافون الذنوب مخافة النار، لا يحتمون من هذه الذنوب من مخافة النار. الإنسان في غفلة من أمره، لا ينظر ولا يتفكر، مع الأسف ما ينظر إلى هذه المعاصي وهذه الذنوب أن توقعه في النار. أحبائي، كن نفكر، نجعل حديث الإمام علي عليه السلام نصب أعيننا حتى لا نقع في هذه الذنوب. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم وأن يعطينا من الجنان أوسعها.